السلام عليكم متتبعي قناه ام ايه وياسير. كنتمنى انكم تكونوا بخير على خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا كرواسون بالشكلاط بطريقه سهله وبسيطه بدون بات فيوتي. غادي نحضروها بطريقه مبسطه جدا وغادي نضيفوا عليها لمسه مغربيه. الا كانت هذه اول زياره لكم القناه اشتركوا وضغطوا على زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد وما تبخلوش علينا بلي لايك للتشجيع. على بركه الله نبداو بطريقه التحضير. غادي نحتاجوا ان شاء الله في المقادير. عندي هنايا معلقه كبيره عامره ديال حليب بودره. الا ما عندكمش بودره ممكن يعني ديروا كاس ديال الحليب، غير هو الحليب خصو يكون دافي ما يكونش بارد. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الزنجلان. هذه هي اللمسه ديالتنا. بزاف ديال الناس كيعجبهم المذاق ديال الزنجلان في الخبز اولا في المهم في جميع المخبوزات. غادي نحتاجو بيض ديال البيضه، غادي نزول هذاك الصفر. غادي نحتاجو سكر فاني، وغادي نحتاجو 4 كاس ديال الزيت النباتيه، يعني تقريبا 5 ديال المعالق. غادي نحتاجو ايضا نص كاس ديال السكر حبيبات. وعندي هنايا 600 غرام ديال الدقيق، اي ما يعادل 6 ديال الكيسان. ضفت عليها شويه ديال الملحه. غادي نضيف حليب بودره. بسم الله. غادي نضيف ايضا السكر، غنضيفو الزيت، كنضيفو الفاني، كنضيفو عليها الزنجلان، كنضيفو البيض ديال البيض. كنعتذر انني نسيت ما ذكرت لكم في المقادير بلي غادي نحتاجو خميره ديال الحلوى ما يعادل 8 غرام. غادي نضيفها ايضا فوق من المكونات الاخرى. وايضا غادي نضيفو خميره ديال الخبز. بالنسبه لخميره الخبز هنايا عندي معلقه مع مرش. علاش اللي وضعت ما وضعتش بزاف ديال الخميره؟ من الاحسن ما نكثروش الخميره باش ما تخمرش لينا وحنا كنخدموها. غادي نجمع هذا الخليط كامل بالماء دافي. المهم غادي نمزج هو الاول هاد المكونات، عاد غادي نضيف الماء دافي. هذه هي العجينه ديالتنا من بعد ما عجناها مزيان. المهم عجنتها بالماء دافي، وضعتها في اناء ورشيت عليها شويه دقيق لتحت، عاد وضعتها وشويه دقيق ايضا من الفوق. بالنسبه للعجينه ديالتنا خصها تجي لينه. هنايا خليتها ارتاحت يعني تقريبا مده ديال ربع ساعه. من بعد ما خليت كما قلت لكم العجينه ارتاحت، غادي ناخذها ونوضعها على سطح العمل. كنفرغوها من هذاك الهواء. غادي نشكلها بهذا الشكل هذا. غادي نقطعها ثم غادي نشكلها على شكل كويرات. هنايا من بعد ما قسمت العجينه ديالتي وشكلتها على شكل كويرات، عطاتني هنايا 12 كويره، كويرات صغار. غادي نحتاج لهم 125 غرام ديال الزبده، الزبده النباتيه. غادي نبدا نسرحهم بهذا الشكل هذا. غادي نوضع الزبده، كنوضعوها فقط هكذا في الوسط، حيت ملي غادي نسرحوها غادي تنتشر. كناخذوا صحن كنرشوا بشويه ديال الدقيق وكنوضع فيه الدائره ديالتي بهذا الشكل هذا. كترشوا شويه ديال الدقيق وكتبداو كتسرحوا هكذا. ممكن يعني تستعملوا المدلك. غادي نوضع يعني هنايا تقريبا كنوضع مقدار ديال معلقه صغيره عامره ديال الزبده. كنعاود نجيبها كنحط الجهه اللي خاويه، كنحطها بهذا الشكل هذا من فوق الاخرى. كنستمر على هذا النحو هذا حتى نكملوا العجينه ديالتنا كامله.
من بعد ما كملت العجينه ديالتي كامله كما كتشوفوا بهاد الطبقات هادو، في الطبقه الاخرانيه هذيك اللي كتبقى ما كنوضعش فيها الزبده باش نغطي العجين ديالي من الفوق بهذا الشكل هذا. كنزلو بهذا الشكل هذا، غادي نضغط عليها غير واحد شويه هكذا. غادي نغطيها بلاستيك غذائي وغادي نوضعها في الثلاجه حتى تجمد لينا هذيك الزبده، يعني مده ديال 15 دقيقه تقريبا، ونرجع ان شاء الله باش نكملوا المراحل الاخرى. هنايا من بعد ما خلينا العجينه ديالتنا حتى ارتاحت في الثلاجه، غادي نحيدها من الطبسيل. غادي نرشوها الاول الدقيق، كنرش الدقيق وكنهز العجينه ديالتي كما كتشوفوا راه ارتاحت. ضروري توضعوها في الثلاجه الا كنتو زربانين، وضعوها في الفريغو وغطيوها ضروري باش ديك الزبده فاش نكونوا كنسرحوا ما تخرجش. غادي نسرحها بشويه بيديا، عاد غادي نخدمها بالمدلك. وديما كترشوا الدقيق باش ما تلصقش لكم. غادي نبدا ندلكها. هذا هو الشكل ديال العجينه ديالتنا من بعد ما سرحتها. كما كتشوفوا كتجي بهذا السمك هذا، يعني ما كتخليوهاش تكون غليظه، ضروري خصكم ترققوها. غنقطعها هو الاول على جوج، يعني كتشوفوا من النص. بسم الله. بهذا الشكل هذا. عاد كنقطع عاوتاني من النصف بهذا الشكل هذا. هذا هو السمك ديال العجين. غادي نستمر بالتقطاع، يعني قطعوا بهذا الشكل هذا راه غادي يجيكم اسهل. ونبدا نقطع هكذا المثلثات الاخرين على جوج. يعني كنتمنى انكم تتبعوا هذه الطريقه ديال التقطاع، راه سهله كيجيو ايضا الحبات بنفس الحجم. هنايا كملتهم في التقطاع. بالنسبه الى بغيتوا الكرواسات ديالكم يجيو صغارين كتقطعوا بهذا الشكل هذا، يعني كتقطعوا داك المثلث يكون صغير. الا بغيتوهم يكونوا كبار كتقطعوا مثلث بهذا الشكل هذا. كنتمنى انها تكون واضحه المرحله. غادي ناخذ هنايا الشكلاط. بالنسبه لي انا هنا خديت الشكلاط ديال الدهن، يعني الا ما عندكمش ممكن يعني تستعملوا غير هذاك الشكلاط العادي. داك المربعات قسموه على جوج وتستعملوه. غادي نستمر على هذا النحو حتى ندير لهم الشكلاط كاملين. فاش كنوضع عليهم الشكلاط كاملين بهذه الطريقه هذه، انا عندي هنايا غادي نبدا لكم بوحده صغيره. كما قلت لكم راه درت صغارين ودرت ايضا الكبار بهذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا كتلويو حتى كتعطيكم 3 ديال الطبقات بهذا الشكل هذا، 1 2 3. ندير معكم واحده اخرى من الشكل الكبير. ايضا ديما كتجروا العجينه ديالكم عندكم وكتلهاو كطويو، وانتم كطويو وانتم كتجبدوا فيها بهذا الشكل هذا. كتجروا من هنايا وكتلهاو كطويو هكذا باش تعطينا داك الشكل.
وكما شفتوا ها هو الشكل الكبير وها هو الشكل الصغير، يعني كديروا اللي عجبكم، اما الكبار اما الصغار. هذا هو الشكل ديال الكرواسات ديالنا من بعد ما كملتهم. كما كتشوفوا هنايا الصغار وهاد الاخرين هما الكبار. بالنسبه الى درتو فقط الكبار غادي تخرج لكم 16 حبه، ولا درتوهم صغار غادي تخرج لكم كميه مضاعفه. غادي نخليهم هكذا حتى يرتاحوا مزيان، حتى يضاعف الحجم ديالهم ويختمروا مزيان. عاد غادي نرجعوا باش نكملوا المرحله الاخرى. من بعد ما خمرت العجينه ديالتنا كما كتشوفوا، كنجيبوا واحد الصفر ديال البيض، كنضيف عليه شويه ديال الخل. الا ما بغيتوش صفر البيض ممكن يعني دهنوا بقهوه سريعه الذوبان، ديروا لها غير شويه الماء ودهنوا بها حتى هي راه كتعطي داك اللون الذهبي. كندهنوا الكرواسه ديالتنا بهذا الشكل هذا. في هذه الوقيته هذه راه وضعنا الفران يسخن. هنا من بعد ما دهنتهم بالبيض رشيت عليهم شويه ديال الزنجلان، ورشيتهم ايضا بشويه ديال الشوكولات فيرميسيل من الفوق. غادي نوضعهم في الفران ليهم نشعل عليهم غير من التحت حتى يطيبوا مزيان، عاد غادي نشعلوا عليهم من الفوق باش يتحمروا. هذا هو الشكل ديال الكرواسه ديالتنا من بعد ما خرجناها من الفران. خليناها حتى طابت مزيان من التحت، عاد حمرناها من الفوق. كما كتشوفوا باقا سخونه، هي خصها حتى تبرد. كما كتشوفوا كتجي مرقه من الداخل وخفيفه. هنايا راح يتقطع باقا سخونه، خليوها حتى تبرد. هذا هو الشكل النهائي ديال الكرواسه ديالتنا. كنتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. شكرا للتتبع ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.